ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ واهلا بيكم في اهم فيديو انا هعمله في التشانل بتاعتي النهارده، لان النهارده هنتكلم عن افنجرز دومزداي. الكتاب اللي انتوا شايفينه قدامكم ده انا بسميه كتاب دكتور دوم. انا حللت كل الحاجات اللي احنا شفناها لحد دلوقتي، من الليكس، من التريلرز، من كل حاجه، من التصوير، كل الحاجات جمعتها وحللتها وكتبتها هنا في حوالي 100 صفحه. جمعت لكم كل حاجه لازم تعرفوها عن افنجرز دومزداي، عشان ده بالنسبه لي هيكون اهم فيديو، علشان فعلا نجهز نفسنا ونرتب نفسنا على واحد من اعظم الافلام اللي احنا هنشوفها في السينما عامه. لان الفيديو يعني الفيلم ده انا بالنسبه لي ممكن يكسر البوكس اوفيس، يوديه في حته ثانيه، هيوديه في حته ثانيه فعلا. ده مش فيلم عادي، ده فيلم تاريخي، لانه بيعمل اولا ريبوت يعني هيمسح كل حاجه احنا نعرفها من الام سي يو، وهيبدا فيز جديد، هيبدا حياه جديده، هيبدا شخصيات جديده. ولكن عشان كده هو مجمع كل الشخصيات بتاعت زمان، منهم الاكس مان بتاع ايرث 10005، ومنهم فانتاستيك فور اللي هم جداد بالنسبه لنا، احنا لسه اول مره نشوفهم، ومنهم كمان شخصيات احتمال كبير قوي تظهر معانا، منهم توبي ماجواير سبايدر مان. طيب الفيديو ده احنا هنقسمه ازاي؟ هنقسمه لثلاث فقرات بالظبط. اول فقره فيها هنتكلم عن كل الشخصيات اللي ظهرت في الام سي يو عامه، اخر ظهور ليهم كان في الام سي يو فين وبيعملوا ايه. دي اهم نقطتين، نعرف ان الشخصيه دي كانت فين في الام سي يو، واخر فيلم ليها او اخر ظهور ليها في الام سي يو كان في فيلم ايه، وكانوا بيعملوا ايه، عشان نعرف هم هيجهزوا على ايه او هيجهزوا على ايه في افنجرز دومزداي. تاني حاجه هنتكلم فيها، تاني جزء في الفيديو النهارده هنتكلم فيه عن الليكس وعن التريلرز كلها اللي احنا شفناها. عندنا 4 تريلرز عايزين نفصفصهم كده ونفصصهم ونطلع منهم كل تفاصيل احنا نقدر عليها. وتالت حاجه وهي اهم حاجه بالنسبه لي، هقول لكم توقعي الفيلم ده هيبقى ماشي ازاي، هينتهي على ايه، وهنجهز لايه في سيكريت وورز، عشان انا قعدت قريت كل الكوميكس اللي ليها دعوه بافنجرز سيكريت وورز وافنجرز دومزداي. كل الكوميكس، كل الناس بقى اللي عماله بتقول يا جماعه انتوا ما قريتوش الكوميكس فانتوا ما تعرفوش حاجه، كل الناس دي بتتكلم وهي اصلا نفسها ما قريتش الكوميكس وما شافتش حاجه. انا قريت الكوميكس كلها، في حاجات انا كنت قاريها من قبل كده عدت قرايتها، اتفرجت على افلام اكس مان كلها، وفي يعني فيديو كده انا بجهز له هعمل لكم فيه ريكاب لكل حاجه ليها دعوه باكس مان. طبعا انتوا مش محتاجين الفيديو ده قوي، ولكن هي حاجه حلوه عشان تعرفوا الشخصيات وقفت على ايه وكان بيحصل لها ايه. طيب هنبدا بقى باول جزء، كل شخصيه وقفت فين. دي شخصيات ام سي يو كلها اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، واحتمال كبير قوي منهم بقى اللي احتمال هيظهروا معانا، منهم اللي كونفيرمد هيظهروا معانا، ومنهم اللي لسه احنا هنشوف مع بعض اذا كانوا هيظهروا ولا لا. اولا هنبدا باهم شخصيه وهو سام ويلسونز كابتن امريكا. اخر ظهور ليه كان في كابتن امريكا بريف نيو وورلد، وهو كانت مهمته انه بيحاول يجمع فريق الافنجرز وياخد مكان ستيف روجرز ككابتن امريكا. هو كابتن امريكا الاساسي، اول مره خلاص ياخد التاسك ان هو يجمع افنجرز كلهم ويبني فريق جديد، فده اخر حاجه احنا وقفنا عليها. وان قصته على فكره في الفيلم ده هتركز على اثبات نفسه، واثبات ان بني ادم يقدر يبقى قائد لفريق كلهم عندهم قوة خارقة وهيقابلوا إله، هم هيبقوا ضد إله. دوم ده بالنسبة لهم مش ثانوس، يعني أنا بس في مقارنة بسيطة كده أنا هعملها لكم ما بين ثانوس ودوم في الفيديو ده النهاردة، عشان أفهمكم إن دوم ده حاجة تانية خالص غير اللي إحنا كنا بنشوفه. فيلن عمرنا ما شفنا منه ولا هنشوف منه تاني في الام سي يو. اللي بعده باكي بارنز، او بمعنى اصح الوينتر سولجر، هو قائد فريق الثاندر بولتس اللي هو فريق النيو افنجرز اللي بيسموه النيو افنجرز. دول افنجرز ودول افنجرز تانيين، دول اللي تحت امريكا هم فعلا رسميا الافنجرز اللي بيحموا الوطن، اما التانيين لسه مش رسميا. ودي حاجه كده عامله زي سيفل وور لما كان في فريق كان تبع امريكا وفي فريق مع نفسه كده بيحارب مع نفسه وبيحمي العالم مع نفسه. في بقى اشاعات كانت نزلت بتقول ان في مواجهه كبيره قوي هتحصل ما بين باكي بارنز ومين وستيف روجرز، لان هو صاحبه حبيبه. يعني هو باكي بارنز اصلا يعني الكونكشن الوحيده اللي عنده للشخصيات هو ستيف روجرز ناتاشا كده كده خلاص ماتت بالنسبه لنا، بلاك ويدو مش هتظهر، بلاك ويدو ماتت خلاص انتهت في الام سي يو، مش هتظهر معانا تاني. اللي هيظهر معانا هو ستيف روجرز اللي ظهر رسميا في التريلر وقالوا ان هو هيرجع. طبعا هنتكلم عنه في تفاصيل اكتر، ولكن لو بنتكلم عن باكي بارنز هنا، فباكي بارنز هيضطر انه يختار ما بين ولائه لسام ويلسونز كابتن امريكا الجديد، وما بين رفيقه القديم اللي جاي من الماضي. اللي بعده دكتور سترينج. اخر حاجه احنا وقفنا عندها للدكتور سترينج ان هو تايه في البعد المظلم مع مين؟ مع كلير، وهو الوحيد اللي في الام سي يو كله فاهم مدى
كارثة تصادم الأكوان اللي هو الانكرجنز. هو الوحيد اللي فاهم معنى الانكرجنز، وهيرجع للأرض كأنه اللي هو الحامي بتاعها. هو مش القائد بتاع افنجرز بس، هو الحامي بتاع ايرث، لأن هو الوحيد اللي فاهم معنى الانكرجنز. وحاجة من الاتنين هتحصل من دكتور سترينج. ركزوا معايا بقى في النقطة دي. هو احتمال كبير قوي يا إما كون إن هو فاهم قوة الانكرجنز وقوة مدى المشكلة الكبيرة اللي عمالة بتحصل بسبب إن الافنجرز كل شوية عمالين يغيروا حاجة، بيروحوا يرجعوا بالزمن، بيروحوا رايح راجع يعملوا يغيروا في حاجات. هو الوحيد اللي فاهم مدى صعوبة المشاكل دي بالنسبة للعوالم كلها والمالتيفيرس. فهو طبعا هيكون خايف على العالم اللي هو عايش فيه. وحاجة من الاتنين، يا إما هيبتري يعني هيخون الافنجرز. هيبقى في مشهد خيانه كده هنتفرج عليها، هيبقى مشهد عظيم بالنسبه لدكتور سترينج ان هو بيخون الافنجرز وبيروح مع دكتور دوم وبيساعده كمان علشان يعمل اللي هو عايزه، علشان عارف ان هو بينقذ العوالم دي كلها. يا اما هيفهم الشخصيات اللي عماله بتتلحس مخها من دكتور دوم، هيفهمهم ان دكتور دوم اللي هو بيعمله ده وان العالم اللي هو بيبنيه اللي هو باتل وورلد ده سجن. ده مش الحياة اللي هتنقذ العالم، لا، اللي هو بيعمله ده سجن. لان كان في شخصيتين من دكتور دوم في الكوميكس، واحد منهم اشتغل مع دكتور سترينج، واحد منهم كان ضد دكتور سترينج. فحاجه من الحاجتين اللي ممكن تحصل ما بين دكتور سترينج في الفيلم ده. اما ثور بقى، فثور احنا اخر حاجه وصلنا عندها ان هو بيربي بنته لاف. الفيديوهات بقى اللي بانت في التريلر ان هو قاعد على ركبه واحده وبيصلي لاودن وبيطلب منه ان هو عايز القوه الكافيه انه يقدر يحمي العالم بيها. تخيلوا دوم وصل ثور ان هو ينزل على ركبه ويدعي لاودن ان هو يديله السترينث، يديله القوه ان هو يكون اب مش محارب، ان هو يحمي بنته، عشان هو عارف ان دكتور دوم جاي يخطف بنته. فكرة بقى ان هو هيجيله انهيار، اصلا هيجيله انهيار عصبي اول ما يشوف دكتور دوم بوش توني ستارك صاحبه القديم اللي كان بيحارب معاه وكان معاه في نفس الفريق. هتجيله صدمة لما يشوفه بقناع تاني بشكل تاني، وكمان فوق كل ده ان هو بيحاول يخطف بنته. هالك بروس بانر. اخر حاجة احنا وصلنا لها كان في شي هالك، وكان عايش في سكار مع ابنه سكار. وعالم سكار ده هو عالم الهالكس، كل الهالكس عايشين هناك. دوم بقى هيستهدفه علشان يخرج الورلد بريكر هالك. وبروس اخر حاجة احنا وصلنا لها ان هو كان بيحاول يسيطر على عقله، عايز يبعد موضوع اللي هو انتليجنت هالك ده ويطلع اقوى قوة عنده، يفصل ما بين جسمه وما بين هالك، يفصل الاتنين عن بعض. وده اللي احنا على فكرة هنشوفه في سبايدر مان براند نيو داي. هيكون طالع عامل زي دكتور كده، عالم بيحاول يفصل ما بين ده وده. وما ننساش ان هو كده كده ناسي اصلا مين هو بيتر باركر، فهو هيكون طالع كأنه شخصية يعني مجهولة بالنسبة له، وهيبقى قاعد بيحاول يفصل ما بينه وما بين هالك. دي الميشن بتاعته الوحيدة، والميشن دي هتوصله ان هو الراديشن اللي هو بيشتغل عليها والحاجات اللي هو بيشتغل عليها دي، حاجة من الاتنين ممكن تحصل. يا اما فعلا هيعرف يفصل ما بينه وما بين هالك، او هيطلع شخصيه هالك دي هيطلعها منه خالص، من جواه خالص. يا اما هيكتشف حاجه والحاجه دي هيجي يستخدمها على ابنه، وابنه ساعتها هي انلوك بقى، هيطلع شخصيه الورلد بريكر هالك. ودي الشخصيه اللي احنا شفناها في الكوميكس، اللي انا قريتها في الكوميكس، وهي دي الشخصيه اللي هيحتاجها دوم علشان يبني العالم بتاعه باتل وورلد. واحنا لحد دلوقتي على فكره قبل ما نكمل يا جماعه، احنا شايفين ثيم يعني رايح لبنت ثور اسمها لاف، رايح لابن هالك اللي اسمه سكار، ولسه مكملين سبايدر مان بيتر باركر. اخر حاجه احنا وصلنا عندها لسبايدر مان هو ان العالم كله نسيه. واكبر مصيبه بالنسبه لدكتور دوم في كل الشخصيات اللي احنا هنحكي عنها دي هي الشخصيه دي، شخصيه بيتر باركر. مش بس شخصيه بيتر باركر بتاع توم هولاند، لا، شخصيه بيتر باركر بتاع توم هولاند، توبي ماجواير، اندرو جارفيلد، اي واحد من الثلاثه دول هتبقى مصيبه بالنسبه لدكتور دوم. ليه؟ لان هي نقطه عامله زي البلاك هول، نقطه فارغه بالنسبه له، نقطه ما يعرفش عنها اي حاجه. لو نرجع بقى للفيلم سبايدر مان نو واي هوم، هنفتكر ان دكتور سترينج عمل السبيل بتاعته اللي بتنسي العوالم كلها، بتنسي كل المولتيفيرس، مش بس
بيتر باركر اللي هو بيتر باركر ده، يعني مش الشخصيات بس في الام سي يو هي اللي هتنسى مين هو بيتر باركر. توبي ماجواير واندرو جارفيلد وهما بيسلموا عليه وماشيين، هما ما يعرفوش ان هما هيروحوا الناحيه التانيه هيلاقوا ان كل الناس اللي حواليهم ناسياهم، وده فعلا اللي هيحصل. وعشان كده احنا كل الناس عماله بتقول احتمال كبير قوي ان توبي ماجواير يظهر معانا في الفيلم ده، يعني توبي ماجواير ممكن بطريقه ما يرجع لدكتور سترينج او يرجع للعالم ويحاول يسالهم، يحاول يفهم ايه اللي حصل، هو انا كل الناس نسيتني ليه. ودكتور دوم هيبقى مش عارف مين الشخصيه دي، لان برضو دكتور دوم اي ميموري او اي حاجه هو يعرفها عن الشخصيه دي هتتمحي تماما. وتقريبا كمان حتى لوكي اللي بقى بالنسبه لهم جاد كبير، ماسك كل المالتي فيرسز كلها وماسك الثريدز بتاعتها وماسك الستوري لاينز كلها، لا هو كمان هينسى مين هو بيتر باركر. فبالنسبه للشخصيات دي كلها اهم شخصيه هو بيتر باركر، هو سبايدر مان. هي نقطة سودة، نقطة فارغة كده محدش يعرف عنها أي حاجة في الام سي يو. أعتقد في تويستاية كده هيعملوها، هيقولوا مثلا ان في شخصيه واحده هي اللي فاكره مين هو بيتر باركر، عشان كده السبيل دي ما اثرتش فيه. في حاجه هتحصل، هيطلع ان في شخص واحد معين هو اللي هيبقى فاكر مين هو بيتر باركر، وهو اللي هيبقى فاكر مين هو توم هولاند. لكن لحد النهارده ولحد دلوقتي مفيش حد يعرف مين هو الشخصيه دي. بس انا بقى اتوقع ان بيتر باركر اصلا مش هيظهر معانا في الفيلم ده. هو الفيلم ده ممكن يظهر معانا توبي ماجواير بس، على اساس ان احنا بننط من عالم للتاني للتالت للرابع، فممكن يروحوا للعالم بتاع سام ريمي اللي هيشوفوا فيه توبي ماجواير هناك وبس. لكن احنا مش هنشوف توم هولاند مش هيظهر معانا في افنجرز دومز داي. هيظهر معانا امتى؟ في افنجرز سيكريت وورز. وده هشرحه لكم في الاخر ليه انا بفكر كده، لان عندي ثيري معينه، عندي فكره معينه احتمال كبير قوي 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 تحصل. نكمل على اللي بعده، شونج تشي اخر حاجه احنا وصلنا لها في الفيلم بتاعه انه في الاخر خالص كان معاه التن رينجز، الخواتم العشرة في اخر الفيلم خالص طلعت خواتم للمالتيفيرس. ودوم طبعا هيحاول ان هو ياخدهم ويشغل بيهم آلة الزمن بتاعته. وتشونج تشي المفروض هيحاول يختار ما بين انه يحافظ على ورث عيلته اللي هو ده بالنسبه له ورث انه يحافظ عليها، او انه يحافظ على امان العالم، لان دكتور دوم مش هيروح يحارب على طول. يعني احنا بس نكون فاهمين وعشان نعرف ايه اللي دكتور دوم هيعمله. دكتور دوم مش هيروح يحارب بنفسه. دكتور دوم كل عالم هو هيروحه هيقعد يتكلم معاهم بالسياسة وبالراحة، وبعد كده هتبدأ الفايت. لكن كل عالم دكتور دوم هيروح له هيروح يتكلم معاهم بكل بساطة، يقول لهم أنا جاي أحملكم العالم ده، أنا جاي أنقذكم. وده اللي هيقعد دكتور دوم يقوله لكل شخصية هو هيقابلها. ندخل على اللي بعده، شوري بلاك بانثر. آخر حاجة وصلنا لها إن هي كانت حامية واكاندا، ودوم طبعا هيحاول يحتل واكاندا علشان ياخد الفايبرينيوم منهم. وشوري طبعا هتقود الحرب ما بين التكنولوجيا والسحر، لان طبعا كلنا عارفين ان دكتور دوم بيستخدم سحر مختلف خالص غير كمان السحر بتاع واندا، هو ليه سحر بتاعه الطريقه اللي هو بيستخدمها بيها. واخر برضه ظهور احنا شفناه لشوري كان في التريلر بتاع افنجرز دومز داي اللي هو رابع تريلر، شفنا فيها شوري بتقابل فانتاستيك فور، او امباكو هو اللي كان بيقابل ذا ثينج وبيتكلم معاه وبيقول له انا امباكو من واكاندا، انت مين؟ قال له انا بن من شارع ستيتي. طبعا فانتاستيك فور اول حاجه هيعرفوا ان دكتور دوم هيعملها انه هيروح على طول على الفايبرينيوم، لان ريد ريتشاردز ذكي جدا، هو اللي هيتوقع خطوات دكتور دوم هو رايح فين، وهو اللي هيكون عارفه يعني شخصيا، لانه احنا لحد دلوقتي لسه ما نعرفش تاريخ دكتور دوم كان عامل ازاي. ولكن انا بقول لكم ان دكتور دوم ده هو صاحب ريد ريتشاردز، هم كانوا يعرفوا بعض من زمان، وان مراته وابنه ماتوا في حادثه ما. احنا طبعا عشان بس تكونوا عارفين دي حاجه مهمه جدا وهقولها لكم برضو في اخر الفيديو ده، ان انا متاكد 100% ان افنجرز دومز داي مش هيتكلم عن الباك ستوري بتاع دكتور دوم خالص. دكتور دوم الباك ستوري بتاعته هنعرفها في سيكريت وورز، مش هنعرفها في الفيلم ده. فما حدش خالص هيتكلم عن الباك ستوري بتاعته، هو جه منين، ظهر ازاي بقى توني ستارك. وفي ثيري برضه زي ما قلت لكم كده هقولها لكم في اخر الفيلم ايه، هقولها لكم في اخر الفيديو. نخش على اللي بعده، كابتن مارفل كارول. اخر حاجه وصلنا لها في كابتن مارفل ان هي بتحمي المجره دلوقتي. وكابتن مارفل كقوه جباره ممكن تكون اول واحده تقع. دوم هيحاول يحبسها في
المنطقة السالبة اللي هي النيجاتيف سبيس عشان يخلص من أكبر تهديد ليه والحكمه قبل ما الحرب تبدأ. فدكتور دوم برضه ذكي جدا جدا جدا، وهو هيحاول يتخلص منها على أساس أول واحدة هي هتقع. مستر فانتاستيك ريد ريتشاردز جاي من عالم ايرث 828، هو المنافس العقلي لدوم. قصته بقى هتبقى بتتمحور حوالين الندم ان هو جاي بعيلته في عالم بيموت اصلا، وهيقف اختياره ما بين انقاذ الاكوان او انقاذ فرانكلين. طيب ليه يا عمر بتقول ان هو هيبقى متوتر كده ومش هيعرف يختار ما بين الحاجتين، وان حاجه زي كده احتمال كبير قوي تحصل؟ لان ده اللي احنا شفناه في فانتاستيك فور فيرست ستيبس، انه ريد ريتشاردز كان خايف انه يختار ما بين ابنه وما بين العالم اللي هم عايشين فيه. لان جالاكتس لما راح لهم قال لهم هاتوا ابنكم ده وانا هسيب العالم بتاعكم يعيش، وكان في ضغط ما بين البوبيليشن كلها، ما بين العالم كله، ما بين الناس اللي عايشه هناك كانت عاملين مظاهره وبيقولوا ان لا هاتوا يعني الابن الواحد ده قصاد الناس كلها دي ان هي تعيش، هاتوا الابن ده واحنا نسلمه لجالاكتس بنفسنا. وده اللي هيتعاد برضه، وده اللي هيحصل. هيضطر يختار ما بين فرانكلين ريتشاردز ابنه وما بين العوالم والمالتيفيرس كلها اللي هي الانكرجنس اللي عماله بتحصل هناك دي، وهيضطر ان هو هيسيب ابنه ان دكتور دوم يستخدمه علشان ينقذ العوالم دي. ففي حاجه كده غريبه هتحصل ما بينهم هما الاثنين. سو ستورم او المراه الخفيه، اخر حاجه وصلنا لها ان هي ماتت وبتحمي ابنها فرانكلين، وبعد كده فرانكلين بيرجعها للحياه، وهنشوفها بقى وهي بتحمي ابنها وبتحمي عيلتها من القوه بتاع الدوم. لان دوم برضو هيبقى عنده الدوم بوتس بتاعته اللي هيحارب بيها. هو مش هيحارب بنفسه، هو هيخلي الدوم بوتس هي اللي تحارب، زي برضو ما ثانوس عمل قبل كده. هو رمى الجيش بتاعه كله على ايرث علشان يجهز له كل حاجه، وثانوس جه بكل سهوله من غير ما يتعب نفسه وعمل كل اللي هو كان عايز يعمله في انفينيتي وور. وولفرين لوجان، وولفرين عايش بسلام في عالم ديدبول. دي اخر حاجه احنا وصلنا لها في ديدبول اند وولفرين. طبعا ناس كتير قوي هتكلمني وتقعد تقول لي يا عمر احنا انتوا قلتوا لي برضو في الموضوع ده في الكومنتس في الفيديو اللي فات، في حاجه اسمها انكر بينجز، ودكتور دوم هيروح على الانكر بينجز يموتها علشان العالم ده ينتهي. هو دكتور دوم يا جماعه مش محتاج ان هو يقعد يدور على مين هو الانكر بينج علشان اموته علشان العالم ده ينتهي. هو العالم كده كده لما بيجي ينتهي، لما الانكر بينج بتاعها بيموت، بيقعدوا سنين وسنين الاف السنين لحد ما العالم ده يبدا يموت 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 وينتهي. لكن احنا شفنا التي في اي كان في واحد منهم هناك هو اللي عايز يخلص على الموضوع ده بسرعه، فهو عايز ان العالم لما يبقى فيه انكر بينج والانكر بينج ده لما يموت، لما يبدا العالم ده بقى يموت، ان هو يقضي عليه ويخلصه بسرعه. لكن دكتور دوم مش محتاج يعمل حاجه زي كده. هو مش محتاج يقتل شخص وبعد كده يسيب العالم يقعد ينتهي. هو هينهي العالم ده في ثانيه واحده بس. انا شايف ان من الاماكن الاولى اللي هيبدا بيها دكتور دوم وينهيها هو العالم بتاع ديدبول اند وولفرين. وعلى فكره العالم بتاع ديدبول وولفرين هو نفس العالم بتاع اكس مان ايرث 10005. هو نفس العالم بتاع الاكس مان بتوع اللي احنا شفناهم كلهم في الفوكس ايرا. هم هو نفس العالم اللي ديدبول عايش فيه، اللي جاب فيه وولفرين جديد، شخصيه جديده، وحطه كانكر بينج موجود فيه. وفي مقابله كده جميله كده احنا هنشوفها ما بين وولفرين وتشارلز اكزيفير والاكس مان كلهم وسايكلوبس كمان، لما يجوا يقابلوا بعض ويقول له انت ايه ده، انت لبست اليالو سباندكس اللي انا كنت بقول لك عليها، مع انهم ما يعرفوش بعض، وده من عالم ودول من عالم تاني، ولكن هيبقى في مقابله ما بينهم. والاول مره هنشوف تيم اب كامل لاكس مان بما فيهم وولفرين وديدبول وكل شخصيات الاكس مان اللي احنا كنا بنشوفها في الكوميكس. وطبعا احنا شفنا في التريلر سيلاستيال كان بيمشي ورا سايكلوبس، شفنا رجليه، والسيلاستيالز دول مين اللي هيبعتهم؟ دكتور دوم طبعا. وعلى فكره اعتقد بقى نخش على الشخصيه اللي بعدها هو ديدبول. وديدبول هيبقى فيه جوك بسيطه كده، يعني هيقعد يضحك ونقعد نهزر عليها، انه هو تقريبا الوحيد اللي هيلاحظ ان توني ستارك او ان دكتور دوم شبه توني ستارك، وهيقعد يعمل جوكس عليها ويقعد يضحكنا فيها. تقريبا هو الشخصيه الوحيده اللي هيلاحظ اصلا الموضوع ده في الفيلم، وهرجع بقول لكم ليه في الثيري بتاعتي اللي هقولها لكم في الاخر. نخلص بس الشخصيات عشان لسه عندنا شخصيات كتيره قوي، ونخش بعدها على طول على بروفيسور اكس. تشارلز اكزيفير هو قائد الاكس مان في عالم فوكس، هيحاول يدخل دماغ دوم علشان يوقفه، بس هيلاقي انه مخه محصن لدرجه فظيعه، لدرجه ان هو نفسه تشارلز اكزيفير هيتحبس جوه دماغ او جوه مخ دوم وهيموت. ايوه
انا زي ما انا بقول لكم كده شخصيات قليله قوي اللي هتتبقى من اكس مان اللي هتظهر معانا في سيكريت وورز. خش على الشخصيه اللي بعدها، ماجنيتو. ماجنيتو هنا كان اخر حاجه وصلنا لها ان هو كان قائد الميوتنتس كلهم، مش الاكس مان، الميوتنتس. دوم بقى هيعرض عليه جنه للمتحولين، مكان كده عايش فيه انت في الباتل وورلدز ما فيش غير المتحولين، وده بالظبط اللي كان عايزه ماجنيتو. فاول اكس مان احنا شفناه، اول فيلم اكس مان احنا شفناه، ماجنيتو كان نفسه ان هو يبني عالم ما فيهوش غير ميوتنتس، مش عايز هيومنز، وده بالظبط اللي دوم هيوفر بالنسبه لماجنيتو. ولكن ماجنيتو طبعا هيرفض لما يحس من ماجنيتو ان هو بس مجرد عسكري في لعبه الشطرنج اللي بيلعبها دوم، لانه ماجنيتو برضو مش ماجنيتو ذكي جدا. وهيظهر لنا اللعبه الاخيره اللي هم لعبوها، الشطرنج الاخير اللي لعبوه ما بين ماجنيتو وتشارلز اكزيفير. تشارلز هيجي يقول له دوم عرض عليك ايه؟ هيقول له عرض عليا عالم ما فيهوش غير الميوتنتس، بس انا عارف ان انا جندي عسكري موجود في لعبة الشطرنج اللي هو بيلعبها دلوقتي، بيلعبها بيه. بيست اخر حاجة احنا شفناها ليه انه كان موجود في المعمل مع مونيكا رامبو. وهنا بيست هو حلقة الوصل، هو اللي هيفهم ازاي يدمج الاكوان ببعضها، وهو هيكون المهندس اللي دوم هيحتاجه وهيجبره ان هو يشتغل معاه قبل ما يهرب للافنجرز. لوكي اله القصص، اخر حاجه وصلنا لها ان هو ماسك خيوط المالتيفيرس كلها، هو الملك اللي على العرش اللي دوم عايزه. دوم عايز العرش ده، وقصه لوكي هتكون هي التضحيه الاخيره عشان يخلي خيوط وفروع الزمن كلها عايشه بعيد عن سيطره دوم، هيضحي بنفسه. ودخلنا بقى على ويكن بيلي ماكسيموف. ايه الشخصيه دي ما ظهرتش غير يا عمر في اجاثا اول along. هو ممكن ومش ممكن، هو اكيد هيظهر معانا تاني في افنجرز دومز داي. طب ليه؟ اخر حاجه وصلنا لها ان هو كان بيدور على اخوه تومي، وبحثه ده هيوصله لفتحه في الزمن دوم عملها. دوم هيشوف قوته الجباره وهيحاول ياخده كتلميذ عنده عشان يعيد كتابه الواقع. اجاثا هاركنس اخر حاجه وصلنا لها ان هي كانت عباره عن روح او مرشده لبيلي، عارفه تاريخ الدارك هولد كويس قوي، وهتحذر الافنجرز ان دوم بيستخدم سحر اسمه سحر فوضى، حتى واندا نفسها ما قدرتش تسيطر عليه. دير ديفل اخر حاجه وصلنا لها ان هو بيحمي هيلز كيتشن. قصه مات ميردوك هي هنا قصه ارضيه قوي، يعني هو مش هيبقى في حاجه ليها دعوه بالمالتيفيرس قوي، فممكن احتمال كبير قوي ان هو ما يظهرش معانا، وقصته هتكون على ارض الواقع، على الحياه، قصه ارضيه بيحمي فيها هيلز كيتشن. وكمان ممكن يظهر معانا في سبايدر مان براند نيو داي. واعتقد 3/4 الشخصيات اللي هتظهر معانا في سبايدر مان براند نيو داي مش هتظهر اصلا في افنجرز دومز داي، غير طبعا هالك اللي كده كده كونفيرمد ان هو هيظهر معانا. مون نايت اللي احنا استنينا على سيزون 2 ليه وما ظهرش، اخر حاجه وصلنا لها ان هو تابع للاله خونشو، وخونشو هيحس باله جديد اسمه دوم بيظهر، وهيبعت مارك سبكتر عشان يغتال دوم قبل ما خطته كلها وقوته تكتمل. بس انا اعتقد ان القصه دي مش هتحصل. يعني الحاجه ان مون نايت يظهر معانا دي، اوسكار ايزاك يعني ممثل غالي جدا وبيدفع له كتير قوي، فاوسكار ايزاك لو هيظهر معانا كان زمانه كان موجود في الكراسي اللي احنا شفناها في الفيديو الستريمينج اللي كانوا عاملينه على يوتيوب. لكن انا اتوقع ان هو مش هيظهر معانا في افنجرز دومز داي، احتمال كبير قوي يظهر معانا في سيكريت وورز ويخلوه ككارت زياده يحطوه على سيكريت وورز. مس مارفل كامالا اخر حاجه وصلنا لها ان هي بتجمع فريق الشباب اللي هم اليونج افنجرز، وهي كانها كابتن مارفل الجديده. وقت ما الكبار عمالين بيحاربوا دوم، هي هتحاول تجمع اليونج افنجرز كلهم مع بعض وتخليهم في مكان تحميهم، وفي نفس الوقت يساعدوا بيها الافنجرز كلهم. كيت بيشوب اللي هي هوك اي بتشتغل دلوقتي مع كامالا، وهي العقل المدبر للفريق الصغير ده، فريق اليونج افنجرز. روكيت والجارديانز اوف ذا جالاكسي. جارديانز اوف ذا جالاكسي اخر حاجه وصلنا لها ان هم بيحموا المجره، هم هيشوفوا حدود الكون وهي بتتمسح، هيشوفوها وهم فوق في الجالاكسي. هيدخلوا بقى في سباق مع الزمن علشان يوصلوا على الارض قبل ما عالمهم يختفي بسبب الانكيرج. ايروس اللي هو من ايترنالز هيكون قاعد عمال بيدور على الايترنالز، ودي اخر برضو حاجه احنا وصلنا لها ان هو عمال بيدور على الايترنالز. هيوصل الارض ويحذرهم من السيليستيالز اللي هم خلقوا الكون سكتوا او ماتوا بسبب دوم، وده بيبين قد ايه دوم ده مرعب. سايكلوبس اخر حاجه شفناها في السايكلوبس كان في التريلر، وهو راجع بقوه مهوله هيقود فريق
انتحاري، يعني الفريق ده خلاص ما عندوش حاجة يخسرها، هو هم رايحين ينتحروا علشان يلحقوا العالم اللي بيموت ده اللي هم فيه. وهنشوف بقى اللحظة الأسطورية اللي كنا بنشوفها في الانيميتد يونيفرس وفي اكس مان 97 لما قلع النضارة وطلع القوة المهولة بتاعته. جين جراي في إشاعات على رجوعها، لسه لحد دلوقتي مش كونفيرمد وما اعتقدش ان هي هترجع، ولكن هي الكائن الوحيد اللي تقدر تعمل ريستارت للكون. ودوم طبعا هيحاول يسرق قوتها دي لو هي ظهرت اصلا معانا. جامبت نجا في الفويد من الحرب اللي احنا شفناها اللي كانت بتحصل في الفويد هناك. اخر حاجة شفناها جامبت وهو واقف وفي زي يعني دايرة كده اللي هي بتاعت دكتور سترينج وهم بيفتحوا بورتل. البورتل دي ظهرت في عينيه في الكريدت سينز او في اخر الفيلم بتاع ديدبول اند وولفرين. طبعا احنا عارفين ان جامبت بيستخدم الكروت بتاعته وهيضحي باغلى كارت عنده علشان يحمي الناس كلها من دوم. الكارت ده يقدر يستخدمه مرة واحدة بس، ودي كانت برضه في الكوميكس. اما بقى الفويد المكان اللي هو عايش فيه، هو ده المكان اللي اصلا دكتور دوم محتاجه. ليه؟ لان دكتور دوم هيبني باتل وورلد بتاعته اللي هي في سيكريت وورز، هيبنيها فين؟ في الفويد. طب عرفت منين يا عمر؟ باتل وورلد هو المكان الوحيد اللي فاضي بالنسبه له اللي يقدر يبنيه من اول وجديد. ده اول حاجه. تاني حاجه ان اي حاجه بيعملها التي في اي بيعملوا فيها بيودوا فيها الشخصيات، بيودوها على الفويد. الشخصيات اللي بتعمل مشاكل والشخصيات اللي بتغير في الانكرجنز وبتبوظ في العوالم كلها، وهو دي مشكله دوم، هيقوم معاه بيعملوا كده بيودوهم على الفويد على طول. وحاجه احنا ما لاحظناهاش او ممكن تكون ناس لاحظتها في ديدبول اند وولفرين، ديدبول لما كان بيحارب مع وولفرين في كوميك بوك ورقه كده كانت محطوطه على الارض وكان مكتوب عليها سيكريت وورز. وهنا اللي هيبدا عالم سيكريت وورز، هنا هيبدا الباتل وورلد. وكده كده احنا كلنا عارفين ان دكتور دوم هيكسب في افنجرز دومز داي. هو كده كده هيكسب، يعني كل الهيروز هتموت او ناس كتيره قوي من الهيروز هتموت وناس كتير قوي هتخسر العوالم كلها هتخسر. دكتور دوم هيكسب زي بالظبط ما حصل في انفينيتي وور واند جيم. ثانوس في الاول كسب وبعد كده خسر، دكتور دوم هيكسب وبعد كده هيخسر. والناس بقى اللي بتقول على اللوجو انه افنجرز دومز داي يا جماعه اللوجو الايه ما كملتش فعشان كده لا هم الافنجرز هم اللي هيكسبوا، لا هي الايه ما كملتش يا جماعه علشان كلمه دومز داي كانت كبيره قوي على ان هي تتحط صغيره، فهي واخده مكان اكبر من سيكريت وورز، فعشان كده انفينيتي وور واند جيم كانت بالطريقه دي. يعني ملهاش دعوه بمين هيكسب ومين مش هيكسب. نايت كرولر هو هيستخدم قوته عشان ينقذ بيها المدنيين، ان هو ياخدهم ويجري على طول في الشادو بتاعه. ده من اكتر الشخصيات اللي انا كنت مستنيها بجد بصراحه. وفي صوره احنا شفناها لنايت كرولر وهو واقف مع مين؟ مع ذا ثينج. فكلنا عارفين ان نايت كرولر كده كده هيتعامل مع ريد ريتشاردز، وهو بنفسه طلع وقال انا لما كنت واقف مع بيدرو باسكال وراح اعمل ايه ده، هو انا قلت حاجه ما ينفعش اقولها. هو هيبقى مع بيدرو باسكال وهيتكلم معاه، وفانتاستيك فور هم اللي هيبقوا يعني عنصر الاساس بتاع افنجرز دومز داي. هم كل شويه هيروحوا في مكان مختلف عمالين بيدوروا، هينطوا في عوالم عشان بيدوروا على دوم، مش هيلاقوه، هيقعدوا يدوروا عليه ومش هيلاقوه. هيروحوا واكاندا وهيروحوا لعالم الاكس مان وهيروحوا لعوالم كتيره قوي بس مش هيلاقوه. ولما يروحوا لعالم الاكس مان اللي هيتدمر وتشارلز اكزيفير هيموت فيه وماجنيتو هيموت فيه، وهيتبقى مين؟ سايكلوبس، ممكن ديدبول، ممكن وولفرين. دول الثلاثه ممكن اللي يتبقوا في العالم ده. ساعتها مين اللي هينقذهم قبل ما العالم ده كله يعمل كده 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 كده؟ العالم ده هينتهي. ايرث 10005 هينتهي يا جماعه. العالم ده هيحصل كده 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 وخلاص هيموت. مين اللي هيتبقى فيه؟ جيمس مارسدن، لان انا متاكد ان هو هيظهر معانا. سايكلوبس هيظهر معانا في افنجرز سيكريت وورز. وعلى فكره الحركه الذكيه اللي هم عملوها ان هم جابوه هو طلع النضاره وبيعمل كده، لا هو مش هيموت، هو مش بيعمل كده عشان هو هيموت، لا هو بيعمل كده عشان يطلع قوته وفي الاخر هيستخدموه في سيكريت وورز. ففي شويه شخصيات كده هي اللي هتتبقى معانا من الارث 10005. يعني العالم ده هينتهي. مين اللي هيتبقى منهم؟ اعتقد هيبقى ديدبول وولفرين ده كده كده لان هم هيظهروا معانا، وممكن سايكلوبس. نايت كرولر ما اعتقدش لان دي خلاص نهايته. هو بنفسه طلع قال انا صورت وانا اتبسطت بالرجوع بتاعي وشكرا. يعني اعتقد ان هو كمان هيموت، نايت كرولر هيموت في افنجرز دومز داي. نخش بعدها على ميستيك اللي لسه برضه احنا مش عارفين اذا كانت هتظهر ولا لا. الجاسوسه المحترفه بقى اللي بتتنكر بالشخصيات وبشكلهم وهتتنكر
تفكر في شخصية من شخصيات دوم بوتس، يعني الشخصيات اللي هي تبع دوم او اي شخصية مقربة لدوم، علشان تضحك عليه وتبين له ان شكلها انا شكلي عادي اهو، شكلي واحدة من الشخصيات بتوعك، وفجأة هتقوم متحولة على طول لمستيك وتحاول تنقذ الدنيا. بس اعتقد ان هي برضه هتموت في الاخر. روج اللي احنا لسه لحد دلوقتي برضه مش عارفين اذا كانت هتظهر معانا ولا لا، ولكن هي السلاح السري بالنسبه للاكس مان. الخطه بس ان هم يقربوها لدوم وتلمسه علشان تموته، او على الاقل تسرق قوته الإلهية دي. وهعتقد ان هي هتقرب منه وهتلمسه، بس هتتعب قوي من الضلمة والغرور اللي جوه مخ دوم. انت مان سكوت لانج راجل بيحب عيلته وعايش معاهم وبس. انت مان كوانتمانيا انتهى على ان هو كان بيحب عيلته وعايش معاهم، وفجأة وقف كده وحس ان في حاجة غلط هتحصل، او في حاجة غلط بتحصل. هو حس ان هو لسه ما انقذش العالم. وانت مان هو الوحيد اللي هيعرف ان عالم الكوانتم ريلم، اللي هو العالم الصغير خالص ده، هو العالم الوحيد اللي دوم مش هيعرف يوصل له. فهو هيحاول يحاربه في عالم الكوانتم ريلم، ان هو يصغر نفسه قوي 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 لدرجه ان هو يبقى اتم، يبقى حاجه قد كده، حاجه مش متشافه، ويحاول ينقذ العالم، ان هو يموت دوم بالطريقه دي. بس انا اعتقد ان هو هيتحبس جوه الكوانتم ريلم ومش هيعرف يطلع منه. وور ماشين بيفوق من خطف سكرولز احنا كنا عارفين ان هم خطفوه وكانوا واخدين مكانه ومغيرين شكله وعايشين السنين اللي فاتت دي كلها مكانه، واحتمال برضه كبير قوي هيشوف وش صاحبه توني في مكان شخص تاني، وهيبقى فيه برضه حاجات كده عقلية بتحصل غريبة، ان هو شايف شخص هو بيحبه جدا وقريب ليه جدا، وهو اللي بنى حياته معاه، وفجأة الشخص ده بقى فيلن، وهيكون تقريبا اكتر واحد متدمر نفسيا ان هو يشوفه بالشكل ده، وهيحاول ان هو يتفاهم معاه فاكره ان هو توني ستارك، ولكن ده مش توني يا حبيبي. ده دكتور دوم. ايرون هارت اخر حاجه وصلنا لها ان ايرون هارت جالها عقد او جالها طلب من ميفيستو، الشخصيه اللي كلنا كنا مستنيين ان هي تظهر في الام سي يو، واخيرا ظهرت ميفيستو، الشخصيه الشيطانيه اللي احنا كلنا كنا مستنيينها، واحده من اقوى الشخصيات على فكره في الام سي يو، واخيرا ظهرت معانا في مسلسل ايرون هارت. ايرون هارت هي ايرون مان الجديده، بينما بقى دوم واخد وش توني، هي واخده روح توني، هي ايرون مان الجديده. كاتب لي بدله اسمها صائده الاله او صائده الالهه، دي بدله احنا شفناها في الكوميكس مشهوره جدا ان هي بنتها بمساعده طبعا واكاندا والفانتاستيك فور. التكنولوجي بتاعت فانتاستيك فور والتكنولوجي بتاعت واكاندا هيبنوا بيها الدرع ده اللي هي هتستخدمه، وطبعا هتستخدم شويه ماجيك في السوت اللي هي هتعمله، زي ما هي عملت في السيريز بتاعتها ان هي استخدمت ماجيك في السوت اللي هي بتعملها، هي هتستخدم ماجيك برضو في السوت اللي هي بتعمله، وبمساعده مين؟ مافيستو طبعا. نيك فيوري اخر حاجه شفناها ان هو بيحمي محطه سيبر، هيعرف انه خلاص مش قد اللي بيحصل واللي هو شايفه ده دلوقتي، وهيسلم بعد كده ملف الافنجرز لمين؟ لسام ويلسون. نيمور ملك التالوكان، دوم هيعرض عليه مكان في الترابيزه الكبيره، ونيمور طبعا هيوافق عشان ينقذ شعبه، وده هيعمل حرب مائية ما بين التالوكان وواكاندا، حرب ضخمة جدا. انا شايف حاجة من الاتنين، يا اما شوري بلاك بانثر هي اللي هتلحق تروح لنيمور وتلحق تقول له ان في حد جاي وان احنا عايزين ننقذ الارض وعايزين ننقذ تالوكان برضو، العالم بتاعكم، عالم المية اللي تحت ده عايزين ننقذه، فهتتحالفوا معانا، فالتالوكان هيبقوا مع واكاندا. ده الاوبشن الاول. الاوبشن التاني ان دوم هو اللي هيلحق يروح للتالوكان وهيقول لنيمور انت هتبقى معايا في العالم الجديد اللي انا ببنيه، وهعمل لك وهسوي لك وهظبط لك، وفي الاخر بيوافق وهيطلع ضد واكاندا. لان انا حاسس ان ده ممكن كبير، ممكن حاجه زي كده تحصل بكل سهوله، لان نيمور طبعا بيدور دايما على اللي هو عايزه للعالم بتاعه او للشعب بتاعه، دي اهم حاجه بالنسبه له. شي هالك اخر حاجه عرفناها ان هي محاميه، وان هي بتكسر الجدار الرابع زي ديدبول، وبتعرف تكلمنا كده واحنا بنتكلم مع بعض، وتقعد طبعا تتكلم مع الجمهور وتقول ايه ده، هو مش ده ار دي جي، هو مش ده توني ستارك. ولكن ما اعتقدش ان ظهورها هيبقى كبير، ده لو ظهرت اصلا يعني احتمال كبير قوي تظهر على سكار اللي هو العالم اللي بتاع الهولكس، واحتمال لا. وبكده احنا شبه خلصنا الشخصيات كلها اللي ممكن تظهر معانا فين؟ في افنجرز دومز داي. تعالوا بقى ما اقول لكم
ترتيب بقى الكلام اللي احنا كنا كلنا بنتكلم عنه ده دلوقتي ايه. دلوقتي احنا قلنا على كل الشخصيات اللي موجوده في الام سي يو، مين اللي ممكن يظهر ومين اللي ما يظهرش. بس في حاجه مهمه قوي ناس كتير لازم تعرفها ولازم تفتكرها. في شويه صور يا جماعه، حوالي 4 صور او 5 صور كانوا مرسومين من رسام بيبني قصه افنجرز دومزداي وافنجرز سيكريت وورز، وفجاه الصور دي اتعمل لها ليك. صور مرسومه بالايد عن ايه اللي ممكن احنا نشوفه في العوالم دي كلها، وفعلا الصور دي اتعمل لها ليك وكل الناس شافتها. ومارفل كانت متضايقه جدا من الموضوع ده وحاولت تخبي عليه، وحاولت كل شويه لما حد ينزل الصور دي تتمسح على طول. فانا رسمت لكم الصور دي نسخه طبق الاصل منها بالاي اي علشان نشوف مع بعض. انتوا لو عايزين تدوروا عليها بدوروا عليها، بس انا رسمت لكم نسخه طبق الاصل منها بالاي اي عشان نعرف نشرح الموضوع واحده واحده ايه اللي ممكن يحصل. اول حاجه، انا بقول لكم ومتوقع 100% ان كل الصور اللي انا هوريها لكم دي ليها دعوه بافنجرز سيكريت وورز مش افنجرز دومز داي، لان الحاجات اللي احنا هنشوفها هنا دي مش منطقيه ان هي تظهر معانا في افنجرز دومز داي. اول صوره هنبدا بيها الصوره اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، صوره لدكتور دوم قاعد على العرش بتاعه في لاتفيريا او في باتل وورلد. لحد دلوقتي احنا لسه مش عارفين المكان ده فين. ودكتور سترينج واقف جنبه واقفين كتف في كتف مع بعض، وفي واحده لابسه ابيض جنبه على طول. وانا اعتقد ومتاكد كمان ان الشخصيه دي هي سو ستورم، لان في ولد صغير قدامها وهي واقفه في ظهره، والولد ده مين؟ هو فرانكلين ريتشاردز. فاعتقد ان سو ستورم اصلا هتاخد مكان دكتور دوم، يعني هتفضل معاه وهتكمل معاه علشان بس تنقذ ابنها وتفضل جنب ابنها طول الوقت. اما بقى قدامهم ففي واحد بيتحاسب ومحطوط في تشينز، وهو ريد ريتشاردز. طبعا هو بيحاسبه على كل حاجه هو حصلت ما بينه وما بينهم بعض. طبعا احنا هنبدا بقى نرجع الكلام ده زي ما انا قلت لكم بيتطابق مع كلامي اللي انا كنت بقوله لكم ان افنجرز دومز داي ان في خبر طلع انه احتمال كبير قوي ما نشوفش اصلا قصه حياه دكتور دوم في افنجرز دومز داي. افنجرز دومز داي عباره عن شخص مجهول اسمه دكتور دوم بيظهر معانا ومش عارفين عنه اي حاجه. امتى هنعرف عنه كل حاجه؟ في سيكريت وورز مش في دومز داي. وفي خبر احتمال كبير قوي، دي الثيري بقى بتاعتي اللي انا شايفها، ان دكتور دوم مش هيظهر اصلا من غير ماسك. بس دي برضو حاجه انا مستبعدها شويه، لان يعني مارفل مش هتدفع الملايين دي كلها مش كنت اقول لتوني ستارك، لروبرت داوني جونيور. مش هيدفعوا له الفلوس دي كلها عشان بس في الاخر يظهر معانا بماسك. يعني هو اكيد هيقلع الماسك، بس اعتقد ان 3/4 الفيلم كله هيبقى ظاهر بالماسك بتاعه. يعني احنا مش هنشوف اصلا مين هو ده. امتى هنعرف عنه؟ امتى هنتكلم عن قصة حياته؟ في افنجرز سيكريت وورز. وزي ما انتم شايفين في شخصية واقفة وراه، واعتقد ان دي يلينا بلوفا، دي بلاك ويدو الجديدة اللي موجودة في ثاندر بولتس. ودي كانت أول صورة ظهرت معانا من الصور المرسومة. في صورة تانية كانت أبيض وأسود وبس، كانت نفس المشهد بالظبط، ولكن متاخدة من أنجل تانية، متاخدة من زاوية تانية. الزاوية التانية كان دكتور دوم واقف فيها وبيشاور على فرانكلين ريتشاردز تقريبا، اللي هو بيقول لدكتور سترينج. دكتور سترينج كان واقف جنبه وبيقول لدكتور سترينج روح دلوقتي، خلاص انهي لي حياته، انا خلاص انا مش هقدر اسمع منه اكتر من كده، انا مش هخليه سجين عندي، انا عايز اموته. وجنبه واقفه سو ستورم وابنها فرانكلين ريتشاردز قدامها، نفس المشهد بالظبط ولكن من زاويه تانية. الصوره الثالثه 3 هالكس واقفين في عالم سكار، او سوري عالم سكار، لان سكار ده هو ابن هالك اللي ظاهر معانا في الصوره. 3 هالكس، شي هالك وهالك بروس بانر وابنه سكار. نخش على الصورة اللي بعدها، وصورة بلاك بانثر ظاهر معانا بشكلين، شكل من غير الماسك وشكل بالماسك. وشكله من غير الماسك باين كده ان هو شكل ممثل اللي اسمه دامزن ادريس، وده الشخص اللي كل الناس كانت بتتكلم عنه ان هو هيبقى بلاك بانثر الجديد. هو شكله قريب ليه قوي في الصورة اللي هي مرسومة، فعشان كده حطيت لكم وشه هنا. وهو ده تقريبا بلاك بانثر الجديد اللي هيظهر معانا قدام، وهو تقريبا هيكون ابن بلاك بانثر اللي احنا نعرفه. يعني هو كان خلف في بلاك بانثر، احنا شفنا ان هو خلف وكان ليه ابن، والابن ده هيكبر وهيبقى دامزن ادريس، وهو ده هيبقى بلاك بانثر بتاعنا في السيكريت وورز وفي الافلام اللي جايه بعدين. صوره تانية برضو غريبه جدا، يعني انا برضو استغربتها وعمال بحاول افهمها بس مش عارف افهمها.
فيجن قاعد جنب ستار لورد، هما الاتنين قاعدين جنب بعض وبيتفرجوا على التلفزيون وهو قدامهم بيرة. ودي صورة من الصور اللي أكدت لنا إن الصور دي مش مزيفة. محدش هيفكر إن هو يحط فيجن الأبيض اللي هو وايت فيجن اللي هو لسه هيظهر معانا في فيجن كويست قاعد جنب ستار لورد وهما الاتنين بيشربوا حاجة وبيتفرجوا على التلفزيون. دي حاجة بعيدة قوي إن حد يفكر فيها ويرسمها. وطبعا إحنا تم إثبات إن الصور دي طالعة فعلا 100% من مارفل ومن رسام بيشتغل مع مارفل، هو اللي بيرسم لهم الصور دي كلها. وبعدها صورة وتحسوا ان دكتور دوم قاعد مهزوم او قاعد اللي هو انا خلاص خلصت كل اللي انا عايز اعمله، وقاعد كده وباصص على الارض وهو قاعد على العرش بتاعه. واخر صورة كانت اليونج افنجرز متكملين كلهم مع بعض مع ستار لورد ووانج. اليونج افنجرز كلهم متكون من كامالا، ويكن اخو ويكن اللي كان بيدور عليه اللي هو هيبقى اسمه سبيد، بنت انت مان، وكيت بيشوب، وجنبهم طبعا ستار لورد ووانج. معنى بقى الصور دي لحد دلوقتي احنا مش عارفين ايه معناها، ولكن الصور دي كلها متاخده من فيلم افنجرز سيكريت وورز. ده اللي انا اعتقده وده اللي انا متاكد منه، ان الصور دي او المشاهد دي هتظهر معانا في سيكريت وورز مش افنجرز دومزداي. واخيرا بقى وليس اخيرا، انا اعتقد المشهد اللي كل الناس مستنياه وده المشهد الوحيد اللي هننهي بيه الفيديو ده النهارده، هو المشهد بتاع بيتر باركر وهو قاعد واقف قدام دكتور دوم وبيقول له ازاي انت ازاي توني ستارك قاعد قدامي كده دلوقتي. المشهد ده برضه هيظهر معانا فين؟ في افنجرز سيكريت وورز مش في دومزداي. وعلى فكره في حاجه لازم انتوا برضه تعملوها. اغرب خبر نزل الفتره اللي فاتت ان الروسو برادرز كلهم بالفريق بتاعهم طلع وقال لأول مرة هننزل فيلمين افنجرز في سنة واحدة. يعني ايه يا عمر؟ مش افنجرز دومز داي هينزل في 2026 وافنجرز سيكريت وورز هينزل في 2027؟ ازاي هينزلوا في نفس السنة؟ لا، هم هينزلوا افنجرز اند جيم لتاني مرة، هينزلوها في شهر 9 في 2026 وبعدها في شهر 12 هينزل افنجرز دومز داي. طب ليه؟ ده علشان 100% في حاجة أساسية مهمة جدا في افنجرز اند جيم هتحصل او حصلت فيه هنشوفها في افنجرز دوم داي، حاجه ليها علاقه ببعض. عشان كده منزل لك الفيلم ده تاني، ده السبب الرئيسي. ممكن ناس تقول علشان يرفعوا البوكس اوفيس شويه عشان يعدوا افاتار، لا هو مش ده الميشن الاساسيه. الميشن الاساسيه ان في حاجه مهمه قوي في الفيلم ده الناس لازم تكون عارفاها. ايه هي؟ انا لحد دلوقتي ما اعرفش، دي ممكن نبقى ليها فيديو تاني ونفكر فيها مع بعض. وبكده يكون انتهى اهم فيديو بالنسبه لي. انا فصفصت لكم كده بقى كل شخص ممكن يعمل ايه واخر حاجه احنا وقفنا عندها فين عشان تجمعوا انتوا بقى الفكره مع بعض. اشوفكم في فيديو جديد وحلقه جديده. وما تنسوش على فكره في شويه اكواد كده كانت مترميه في الفيديو على مدار الفيديو كلهم، اللي لاحظهم يستخدمهم فين؟ في noessentials.com في الويب سايت ده. اشوفكم في فيديو جديد و see you later.